الزمالك باللون الابيض على الجانب الايمن من ملعب المباراه باللون الابيض الكامل، وعلى الجانب الايسر اصحاب الارض في مباراه الليله اللون الارجنتيني المعروف الازرق السماوي والشرطات السوداء. وانطلقت المباراه، نتمنى ان نستمتع سويا باحداث المباراه على مدى 90 دقيقه بخماسيه نظيفه. كلوشة افتتح التهديد بهدف ذاتي عن طريق الخطا في مرمى، والكره ملعوبه لكن جنش يتالق محاوله وضع الكره في المقص الايمن، لكن لاعب رقم 26 محمد علي حطها في المقص الايمن، لكن جنش مستغلا عامل الطول اللي يصل كاد ان يخسر ويفقد نقطة التعادل لولا تألق الحارس محمد فوزي. تحضير زملكاوي، مايوكا، هوبا مايوكا جول، مايوكا يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 9، يفتتح شريط الأهداف. هو من يعرف الطريق نحو المرمى، هو من هز الشباك على طريقة الهاندبول وكأنهم يلعبون كرة يد، وعلى الدائرة رقم 9 على طول استلم ولف ودار وشاط بيمينه قوية، هرب من رقابة المدافعين بعد تمريرة ممتازة من محمد إبراهيم اللي حطه في مواجهة مع محمد فوزي، وبالتالي يسدد برجله اليمين على يسار حارس المرمى. فقدان الكرة وارتدادها على فريق الزمالك من جانب المحلة، راحت لكهربا، محاولة اختراق لمنطقة الجزاء في اختراقه، كهربا يسدد برجله الشمال اختراق ممتاز من خلال سلسلة من المحاولات وتمريرات جميلة، ولكن انتهت بتسديدة زاحفة أرضية راحت ضعيفة بكعب القدم، عملها له حمودي وسددها ولكن من مسافات قريبة أو بعيدة. ملعوبة حلوة في مساحة خالية، كهربا لو عملها من أول مرة تروح لمايوكا، غير اتجاهات، هوبا مش ممكن، الله حلوة في منتهى الروعة، حطها جميلة كهربا ولكن تمر بمحاذاة القائم الأيسر والمقص الأيسر بالتحديد على وجه الخصوص، الله. بينما المحلة هو الفريق الوحيد حتى اقتربنا من الجولة 27 لم يعرف كيفية الوصول إلى تحقيق الانتصار. عرضية في واحدة من الانطلاقات الهجومية عن طريق محمد عادل جمعة، وكهربا يتابعها بعد ما هرب من رقابة خليفة، عدت من الكل. بينما من صعد هو فريق دمنهور، التقى بفريق طنطا وطنطا تغلب في دورة الترقي. مايوكا، مايوكا يسدد، مايوكا يهدد من على مسافة حوالي 23 متر تقريبا على يمين حارس المرمى، هينفذها حمودي على القائم القريب، فوزي يتدخل يبعد كرة راحت لمحمد إبراهيم، ولكن معها مشاهدينا تابعين الأوفياء عبر قناة أون تي في يطلق حكم المباراة محمود بسيوني صافرة نهاية الشوط الأول وتقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء. يستعد بسيوني ليطلق صافرة بداية الشوط الثاني، الزمالك بتشكيلته في الشوط الأول كما هي في الشوط الثاني، جنش، أحمد توفيق، لدينا كذلك محمد عادل جمعة، علي جبر، كوفي، بالإضافة إلى طارق حامد، إبراهيم عبد الخالق بجوار خط التماس من ناحية الشمال. في وسط ملعب الزمالك عالية ملعوبة، في الأمام محمد علي، متابعة، يتألق جنش، ودي لقطة الكرة الخطيرة اللي كاد أن يتعادل بها فريق غزل المحلة مع الدقيقة 48. محمد خليفة، وجنش هو من يحتضن الشباك، يحتضن الشباك عن طريق اللاعب أحمد توفيق، أوبا مرور ممكن يسدد هدف ثاني ولا يا سلام، بيدفع باللاعب رقم 27 في التشكيل أحمد عادل، لاعب جناح أيسر على حساب اللاعب أحمد عبد العال. خرج عبد العال ونزل عادل، وتصويبة قوية ولكن إلى أحضان حارس المرمى جنش، راحت إلى ركنية لفريق الزمالك، 3 ركنيات لكل فريق. هوبا خطيرة، متابعة، حمودي، جول، جول، هدف ثاني عن طريق حمودي، واللي يضاعف النتيجة ويسجل مع المطلع الدقيقة 66. حمودي الذي سجل إفريقيا وكان متوهجا في مباراة بجاية هنا في القاهرة وهناك في بجاية، وتلك هي البداية المحلية لدى حمودي من خلال توقيعه على هدف أول له مع فريق الزمالك في كرة بنتابعها في الإعادة. خروج محمد فوزي يصطدم بزميله أسامة رجب، راحت وارتدت ووصلت إلى قدم حمودي، هدية محلوية إلى أقدام، نزل في الدقائق الخمس الأخيرة ولكن لم يقدم شيء. باسم يسدد، باسم
لكن على شمال حارس المرمى يتصدى محمد فوزي. كانت أرضية راحت لفتحي، مصطفى فتحي، محاولة المرور، كعب القدم، حضرها أحمد حسن مكي، سدد بيسراه على يسار حارس المرمى اللي مسكها. وادي كرة باسم الثابتة اللي لعبها أرضية، مرت من تحت الحائط وتصدى لها محمد فوزي، واحد من حراس المرمى المميزين اللي يتمتع بموهبة. ودي تسديدة على شمال الحارس اللي في ظهر اللاعب أسامة رجب، ارتدت لوسط الملعب، سريعة مرتدة لفريق غزل المحلة، تقدم ممكن يقلص النتيجة. اوبا كوفي في سباق في ماراثون، عارف ان في خيل من الخيول البركانية من بوركينا فاسو، المنتخب الملقب بمنتخب الخيول، يركض خلف اللاعب. جنش يتردد، رجعت مرة تانية رمضان ربيع، لسه الفرصة مستمرة، ولكن في هذه الأثناء محمود بسيوني يطلق صافرة النهاية لهذا اللقاء، فوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. إذا نتمنى أن نكون أسعدناكم